السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض ريفيو المنتظر بتاع السكين بوستر اللي هو فيه 6 انواع من البيبتايدز. انا كنت كلمتكم عنه قبل كده وقلت لكم ان انا هجربه فتره وبعد كده اكلمكم عنه. عايزه اقول لكم ان انا الفتره الاخيره ولمده شهر تقريبا موقفه اي حاجه فيها ريتينول تماما، علشان بجد كنت عايزه اختبره اختبار قاسي جدا، اللي هو يعني وريني بقى انت لوحدك هتعمل ايه. مش المفروض ان احنا نستعمله بالطريقه دي، بس انا فعلا كنت عايزه اشوف نتيجته لوحده علشان لما اديكوا انتوا الريفيو يبقى فعلا بديكوا ريفيو من الاخر. انا دايما بقول لكم عموما ان السكين كير روتين لازم يكون روتين كامل متكامل كله بيدعم بعضه، بس انا كحد بيعمل ريفيو ولازم يعمل ريفيو صادق، علشان كده بحب لما اكون هديكوا ريفيو عن حاجه لوحدها ابقى جربتها هي لوحدها. اللي هو كنت بستعمله مثلا بالليل واحط بعديه الكريم المرطب وبس كده، والصبح مثلا لو هنزل ازود عليهم الصن بلوك، لكن بجد ما كنتش مدخله في الروتين بتاعي اي حاجه غير ده والكريم المرطب. وبجد يا جماعه النتيجه بتاعته حرفيا ابهرتني، انا بجد انبهرت لدرجه ان انا شفت كمان نتيجه قلت هو انا ليه بشرتي بقت افتح شويه. برضو علشان الناس بتبقى فاكره ان التفتيح ده هتغير لونها، لا يا جماعه مش بنغير لوننا، ممكن مثلا بشرتي تبقى افتح سيكه اللي هو درجه بسيطه، لكن مش هيتغير مثلا لونك من لون للون، لا مفيش الكلام ده. فانا اكتشفت اصلا ان هو فعليا في مواد اصلا بتساعد على التفتيح، فصدقت اللي انا شايفاه ده صح، لان انا كنت شايفه تفتيح فبس بقول انا مش بستعمل حاجه فيها تفتيح، هو انا ليه بشرتي حسيت ان هي بقت افتح؟ فاكتشفت ان هو فعلا في مواد بتساعد على التفتيح. كمان في حاجه انتوا عارفين ان انا اصلا كنت عامله جلسه سكين بوستر من فتره، يعني تقريبا من شهرين او حاجه زي كده، كنت عامله اصلا سكين بوستر، بس برضو قلت لكم وقتها ان اصلا السكين بوستر ده حاجه بتقعد معاكي مثلا من 10 ل 15 يوم بالكتير قوي، مش بتطول يعني اكتر من كده، لا هو مده قصيره جدا لو انت عندك مناسبه او حاجه زي كده بتستعمليها وخلاص. فانا من بعد السكين بوستر مثلا بفتره بدات بقى انتظم على السيرم ده، وبجد يا جماعه انا اصلا كنت عند الدكتوره من كام يوم كده، بصيت لي كده بتقول لي ايه ده، معقوله السكين بوستر لسه في بشرتك؟ هي نفسها اصلا استغربت ان مفعول السكين بوستر لسه مكمل، بس انا بصراحه ما رضيتش اقول لها ان انا بستعمل السيرم ده، لكن انا بقى كنت عارفه ان انا اصلا هو كده كده مفعول السكين بوستر خلاص راح، لكن انا بقالي شهر منتظمه على السيرم ده انتظام كامل. فعلا يا بنات حسيت ان انا بشرتي نفسها بدات تكون مشدوده اكتر، ليفتنج اكتر، يعني مرفوعه لفوق كده اكتر. انا ما اعرفش هو بيعمل كده ازاي، بجد انا استغربت جدا من النتيجه وبجد حبيته وحسيت ان هو فعلا يستحق فلوسه. انا عايزه اقول لكم ان هو اصلا هيقعد مده طويله جدا، لان هو شايفين واقف فين، وانا بقالي مثلا شهرين بس، اخر شهر هو الانتظام الكامل عليه. عايزه اقول لكم بقى شويه من مكوناته كده للناس اللي بتحب تعرف المكونات بس مش اكتر. هو فيه 6 انواع من البيبتايدز، وفي كمان هيلورونيك اسيد، وفي امينو اسيدز. كل الحاجات دي يا جماعه بتحفز انتاج الكولاجين، بتقاوم التجاعيد، بتعالج الخطوط الرفيعه اللي في البشره، وفي كمان النياسيناميد، ودي من الحاجات اللي ممكن تكون بتساعد على التفتيح. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما اعمل الريفيو ده دخلت شفت الريفيو بتاع دكتور عصام شومان، لقيته بيقول ان اصلا بعض انواع البيبتايدز المستعمله هنا زيها زي البوتوكس. اللي هو البوتوكس يا جماعه فكرته، انا اصلا بجد بكره البوتوكس، دي من الحاجات اللي انا حاسه ان انا مستحيل اعملها في حياتي، لان البوتوكس بيشل العضلات، حواجبنا لما بنقعد نرفعها كده لفوق او مثلا نعمل كده رياكشناتنا وحركاتنا دي، البوتوكس بقى بيشل العضلات دي. انا بصراحه ما بحبش فكره ان احنا نشيل رياكشنات بشرتنا، لانه انا بحس ان انا بعبر بحواجبي، بعمل كده مش عارفه ايه، مش عايزه ابطل اعمل الحاجات دي. بس عموما يعني هي دي فكره البوتوكس، عشان لو ما حدش فاهم البوتوكس بيعمل ايه، هو بيوقف العضله مكانها، ما بيخليهاش تتحرك اصلا. فهو المفروض ان هو بيعمل كده، بس مش لدرجه البوتوكس بقى اللي هو هيوقف لك عضلات بشرتك، لا ما تعملش انقباضات قويه، فبالتالي اللي هي الحركات القويه دي هي اصلا اللي بتعمل الخطوط بقى او التجاعيد بعد كده. فانا بصراحه بجد حبيته جدا وفعلا شفت منه نتيجه، وبجد حسيت ان هو فعلا يغني عن السكين بوستر بتاع العيادات. انا عارفه ان السكين بوستر في العيادات غالي، في بعض الدكاتره، انا بصراحه محتاره في الموضوع ده يا بنات. انا حكيت لكم تجربتي قبل كده في فيديو، بس مش فاكره كان فيديو امتى يعني، بس اعتقد من شهرين حكيت لكم تجربتي مع السكين بوستر، حاجه انا فعلا حبيتها جدا في وقتها، بس هي بتروح بسرعه. انا بصراحه محتاره قوي في الموضوع ده، لان في بعض الدكاتره بتقول ان هي مهمه قوي وان هي بتحسن الكواليتي بتاعت الجلد نفسه، وفي بعض الدكاتره برضو دكاتره يعني مش مثلا ناس تانية مثلا بلوجرز او حاجه، لا دكاتره بيقولوا ان هو ملهوش لازمه، وبيقولوا ان هو حاجه يعني رفاهيه جدا ومده الفعاليه بتاعتها قصيره جدا. فانا بصراحه يعني عارفين اللي هو ايه، هما مدارس وانا مش عارفه اصدق مين. اللي هو هل فعلا السكين بوستر ده حاجه لو قعدت اعملها كل مثلا شهر مره حاجه فعلا هتفرق في الكواليتي بتاعت بشرتي، ولا هي حاجه فعلا ملهاش لازمه؟ انا شفت قبل كده ناس بتعمل سكين بوستر
بوستر بتقعد تاخد ابر كتير 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 كتير، لا انا يعني حاسه ان انا ما اقدرش اعمل كده، لان انا اصلا لما الدكتوره عملت لي كان هي ابرتين، واحده هنا وواحده هنا، كانوا عمل ليفتنج بس للبشره، يعني هو اصلا ما عملش حاجه تانية غير ان هو يعني بجد ما حسيتش باي حاجه خالص 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 غير موضوع الليفتنج. لكن انا ما اعرفش بقى هل بقى لما هما بيقعدوا يعملوا مثلا في البشره كلها ده فعلا بيفرق في الكواليتي بتاعت الجلد نفسه، ما اعرفش، ما جربتش، فبالتالي مش عارفه. بس يعني احنا عندنا حاجه في ازازه وسيرم هيقعد معانا فتره طويله، فممكن تشتريه. اللي بقى استفاد من الفيديو يعمل سبسكرايب للقناه، عشان بجد نفسي اوصل ل100,000 في اسرع وقت. وبس كده، مع السلامه.